السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. تعالى اقول لكم ازاي عملت العلبه دي من حاجه ما تخطرش على بالكم. محتاجه شاليمو اللي هي شفاطات بتاعه العصير، وعلبه كرتون فاضيه، ومسدس بتاع الشمع، ومقص. اول حاجه بحط شويه شمع كده على العلبه بتاعه الكرتون، ويستحسن تكون العلبه صغيره عشان ما تاخدش منكم كميه شاليموهات كتير. وبعد كده بلزق الشاليمو عليها كده. انا عايزه الشفاطات دي تبقى قد العلبه بالظبط. هعمل معاكم واحده كمان، والزيادات اللي هنا دي كلها انا بعد كده هقصها بالمقص بالشكل ده كده. انا بعد كده هكملها كلها، وكده بعد ما كملتها كلها الزيادات دي كلها هقصها. اهم حاجه الزيادات دي كلها تتقص كويس قوي، تبقى قد العلبه بالظبط. وبعد كده هعمل معاكم الجنب ده، هحط شويه شمع برضو والزق عليها الشاليمو. هحط كده شويه شمع والزق واحده تاني، واحط شويه شمع كمان. انا بحاول ان انا اخلي الشاليموهات كلها لازقه في بعضها، ما يبقاش في اي فراغ ما بينهم بالشكل ده كده. بعد كده انا هكملها، وكده بعد ما كملتها الزيادات دي كلها برضو انا هقصها. واللي بيطلع من الشاليموهات دي كلها انا بعمل بيها حاجات تانية، ان شاء الله برضو هبقى اعمل معاكم بيها فكرة تانية بالشكل ده كده. هعمل الجنب ده والجنب ده والناحية التانية برضو بنفس الطريقة كده، بحط عليها شمع وبلزق فيها شاليمو. وكده بعد ما كملتها برضو الزيادات دي كلها هقصها بالمقص اهو بالشكل ده كده. وبعد كده هعمل الجنب ده والجنب ده بنفس الطريقة برضو، بحط عليها شوية شمع وبلزق كده فيها واحدة شاليمو. هكملها، وكده بعد ما كملتها الزيادة برضو هقصها. هيبقى شكلها كده. فاضل الجنب ده هعمله هو كمان، برضه هحط شوية شمع وهلزق عليها شاليمو. وكده بعد ما كملتها كلها الزيادات دي برضه هقصها. انا كده عملت الاربع جوانب. وبعد كده جبت شريط ستان عشان ازين بيه العلبة دي. انا هزين الغطا بس. انا هحطه هنا كده، بس الاول بحط شوية شمع كده صغيرين، وبتني الطرف ده كده خالص عشان يبقى شكل الشريط معايا كويس. بحط شوية شمع على الشريط وهبتدي ان انا الزقه على العلبة. انا هحطه كده بالشكل ده، وبعد كده هحط شوية شمع. انا بحط على الغطا واحط الشريط كده عليه وادوس عليه دوسة بسيطة. وبعد كده هحط من فوق برضو هنا شمع وهلزق الشريط عليه. وهحط الجزء اللي ورا ده برضو. انا كده عملتها. هعمل الحتة التانية. بحط الاول كده على الشريط شوية شمع عشان الطرف ده يبقى شكله كويس ومظبوط، وبعد كده هلزقه على الغطا. هلزقه كده بالشكل ده. وطريقة تزيين العلبة دي كل واحد وذوقه زي ما تحبوا. هلزقها كده، ومن ورا برضو كده هلزقها. احط شوية شمع والزقها. انا كده عملتها، وده كده شكلها. بعد كده الجناب دي انا عايزاها تبقى باينه كده. انا بجيب واحده شاليمو هحطها كده عليها بالطول، هحط بس شويه شمع عشان اعرف اثبتها والزقها كده. وبعد كده الزياده دي كلها هقصها، والجنب التاني برضو هعمله بنفس الطريقه. بحط كده شويه شمع والزق عليه واحده شاليمو، والزياده دي برضو هقصها. وبعد كده جبت ورده من الفوم. انا عملت الورد ده معاكم قبل كده. هلزقها كده على الغطا من فوق. بحط شويه شمع واحط الورده. وجبت خرزتين ذهبي هحطهم كده برضو هنا بالشكل ده. وموضوع التزيين دي حاجة ترجع لكم، كل واحد زي ما يحب شكل الحاجة بتاعته ايه.
واحط كده واحدة الناحية التانية بالشكل ده. ووردة صغيرة برضو من الفوم هحطها كده قدام، هلزقها كده هنا. بقيت معايا بالشكل ده. ودي كده اخر حاجة هزين بيها العلبة. جبت الشريط ده احطه فوق كده، شريط الستان بالشكل ده كده. بحط شوية شمع واحطه كده عليه بالشكل ده كده، ومن فوق برضو، والحتة اللي ورا دي بالشكل ده، والجنب التاني برضو هعمله. وده كده شكل العلبة معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على اللايك، والسلام عليكم.